السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم بطريقة طبيعية غير مؤذية، عن طرق للتخلص من البعوض والناموس والهاموش في المنزل بطريقة سهلة وصحية وغير مؤذية للأطفال. ازاي اعمل مبيد حشري للبعوض غير ضار طبعا فصل صحيا. الصيف بدأ واستخدامنا للمبيدات الحشرية بيبقى ليه بيسبب حساسية لبعض الكبار والصغيرين ومؤذي صحيا، فعايزين نستخدم حاجات طبيعية. اولا لو عندك برطمان زي ما انتم شايفين كده بعمل له فتحة من فوق في الغطا بتاعه. طبعا بحوش الغطا عشان اعرف اعمل فتحة زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بعمل الفتحة في الغطا دي هقول لكم على خطوات وطريقة عملية جدا وغير مكلفة بالمرة. يعني انتوا عارفين دلوقتي حتى أقراص ان التخلص من الناموس او المبيدات الحشرية غالية جدا، وكمان غير ان هي مضرة صحيا جدا وبتسبب التهابات رئوية والتهابات في الشعب الهوائية. طب ليه ما نعمل الحاجة دي من المنزل، وحاجة اقتصادية جدا وموفرة الميزانية من غير اي تكلفة ومن غير اي إصابة بالأمراض. ممكن البرطمان بتاعنا على جنبه، نجيب اي علبة فارغة عندك وهبتدي ان انا اضيف فيها شوية من ملاعق القهوة. ممكن ضيفي من 3 ل4 ملاعق. ممكن ازود الكمية، بس انا لما احتاج اعمل المكونات جديدة مش هحاول ان انا اعمل كمية كبيرة قوي. ودول كمية من المسمار القرنفل. احاول ان انا اطحنهم او اكسرهم كده تكسيرة بحيث ان هم يطلعوا الريحة بتاعتهم. وبصوا كده نزلت على القرنفل والقهوة بكم ملعقة من الزيت، وهضرب المكونات دي مع بعض. ممكن برضو احط شوية حبوب من حبوب الريحان. هيعمل لي زيت عطري جميل جدا. هيخلصك من ريحة هيخلصك من البعوض او الهاموش المؤذي في البيت، لانه اليومين دول كتير بطريقة لا يمكن تصوروها يعني. وكمان مضر صحيا، ده بيمتص الدم بتاعت الاشخاص، غير ان هو بينقل بعض الامراض. فاحنا هنعمل زيت عطري جميل جدا وسهل وسريع وبسيط وغير مكلف اقتصاديا ولا ماديا. كمان هنعمل بعد ما عملنا الزيوت ونزلنا البرطمان، هحاول ان انا اعمل الف كده فتين من القطن. لو عندك فتلة قطنية تخينة او دبارة قطنية يستحسن انك انت تعمليها، بس انا جبت شاش وهلفه لفة رفيعة قوي قوي قوي. حاول انك انت تبصي بعد ما لفيته، هحاول ان انا ابرم فيه بحيث ان هو يدخل من الغطا بتاعه البرطمان، وهنزله في البرطمان، وبحيث انك انتي الزيت ما يبقاش نازل قوي قوي، بحيث ان هو يبقى مرتفع فوق، بحيث ان هو يسحب الفتيل، يسحب من الزيت ويسحب من ريحة القرنفل والقهوة، وتبقى طاردة جدا. بصوا كده شغلنا بقى الفتيل من فوقها والريحة تطلع، والريحة دي مزعجة قوي وطاردة للناموس والهاموش. كمان جاي لكم فكرة تانية. ممكن الزيت العطري اللي انت عملتيه ده من القرنفل والقهوة لو كنت حطيتي حبات من الريحان، ممكن يا جماعة ان انا انزله في طرد الناموس الكهربي اللي هو عندي ده. احنا بنشتري العلبة دي، الازازة دي او بحوالي 100 جنيه دلوقتي، وغالية جدا، وكمان ما بتاخدش معاكي يوم ويومين وبتلاقيها بتخلص. طب ليه ما نعمل زيوت عطرية طاردة للناموس وغير مكلفة واقتصادية جدا وموفرة لميزانيتك؟ وفري كل حاجة بتقولك اليومين وفري، لان غلو الاسعار يعني صراحة دبح الناس. فالناس بتفكر في اي فكرة واي طريقة انها توفر بيها ميزانية. مفيش احلى انك انت تدبري امورك من منزلك وتعملي وصفات وحاجات غير مكلفة بالنسبة لك وبالنسبة لأولادك في البيت. هتوفر معاكي في الميزانية وتوفر معاكي اقتصاديا. أفكار اقتصادية جميلة جدا. أتمنى أنكم انتوا تجربوا الفكرة دي، وإن شاء الله تعجبكم وتبهركم. طبعا الجهاز ده مجرد إن هو يا ولاد ما بيتحط في الكهرباء
بيسخن فبيطلّع بيعمل زي فواحة كده وبيخلّصِك من ريحة الناموس والهاموش. أتمنى اللي وصل لحد هنا ما يعمل اشتراك.